ننتقل إلى المجاهد ابن حوران أبي دجانة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أبو عمر. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله أخي الحبيب. حياك الله أخي أبو عمر، وحيا الله السادة المشاهدين، وحيا الله المجاهدين الصناديد الأبطال. الله أكبر. من أرض حوران، من أرض البطولة، من أرض الجهاد، من أرض المجاهدين، من أرض أسود الوغى، من أرض ليوس القتال، من أرض العز، من أرض الكرامة، من أرض الشهادة، من حوران الإباء أخي أبو عمر. الله أكبر. من حوران الإباء أكلمك أخي أبو عمر. من حوران الإباء أتوجه رشاشنا إلى كل حر، إلى كل مجاهد، إلى كل مؤمن تقي ورع نقي طاهر، إلى المجاهدين الآن على ترى الشيخ مكين. أقبل أقدامكم، وأقبل الأرض التي تحت أقدامكم، وأقبل رؤوسكم التي مازجت ترى الشيخ مسكين. إنكم الصف حسن، إنكم خرجتم تلبية لنداء الله عز وجل. انفروا خفافا وثقالا، انفروا شيبا وشبانا، انفروا شيوخا وشيبا، انفروا متأهلين أسبانا، أصحاب إلى تجهيد المطر، إلى الرجال الذين خرجوا في بإذن الله عز وجل يرفعون لقاء الحق الآن على ترى الشيخ مسكين ضد هجمة روسية فارسية شيوعية بمباركة من مناخ عمر، بمباركة من الخالعين الطابعين في فنادق الخارج، إلى أولئك الذين سموا أنفسهم قادة ويلبسون خلف الحل السياسي. عن أي سياسة تتحدثون؟ وعن أي حل تتحدثون؟ وعن أي حل سياسي تتكلمون؟ في أزقة الفنادق، وفي أروقة الاجتماعات هنا وهناك، تلسون كما يلهث الكلب. أيها الخائنون، أيها الخامعون، أيها المتقهقرون، يا من تنادون بالحل السياسي، أما سمعتم بأن السيف أصدق بالوعود وأجدر، والسيف ينهى من يشاء يأمر، في حده البشرى في ضرباته أمل الشعوب المشرق المستبشر، والنهضة الكبرى لسيف تنتمي، والماجدون قبيله والمعشر. المجد في صفحاته متعلق، والعز في جنباته يتبختر، النصر يلمع في سماء بريقه، والصعب هين والعسير ميسر. عش في حمى السياف تحت ظلالها، أو أنت في ركب الحياة الأخسر، فالشام يرجع بالجهاد عزيزة. أخي أبو عمر، لا ترجع بالحلول السياسية، ولا ترجع بالمفاوضات التي بيعت عبرها فلسطين وبيع العراق، وها هم اليوم يعتمرون على الشام. فالشام ترجع بالجهاد عزيزة، وكذا العراق بسيفه سيحرر، وبلاد كابل بالجهاد رجوعها، والأحرار على الجهاد الأكبر. هو في كتاب الله ذروة نبينا، هو في كتاب الله ذروة نبينا، يلو المجاهد بالجهاد ويكبر. هو عزنا أبد الدهور وفرته باق، وعنا ركبه فمبصر، وبه سنرمي كل غزو كافر، وبه سيرجع خائبا يتقاصر. أخي أبو عمر، الله لا ترى الشيخ مسكين، سطر الملاحم، معارك عنيفة، رجال والله لو أرادوا قلع الجبال لابتلعوها، هيهات منهم الذلة. أخي أبو عمر، هذه المعركة لم يخرج أولئك الذين يلهثون خلف الأسهم وخلف الدولار وخلف غنائم، أخرجهم دينهم، خرج
خرجوا طواعية لله عز وجل، خرجوا من أجل الله. الله أكبر. فقدنا الاتصال. أبو دجانة أحد المجاهدين على ثرى حوران، والذين لبوا نداء الفزع إلى هذه المدينة التي انتصرت ولا زالت منتصرة وستبقى منتصرة وحاضرة رغم أنوف الروس والمجوس، رغم أنوف هؤلاء الحاقدين الذين توافدوا عليها. ستبقى شوكة في حلوقهم، ستبقى الشوكة القريبة من إزرع بإذن الله عز وجل. وهذه إزرع التي الآن يقطنها هؤلاء الذين سمعنا صراخهم وصيحاتهم اليوم عبر القبضات وهم يستغيثون ويقولوا لا طاقة لنا اليوم، نريد أن نخرج وليس لدينا أي ثبات، إننا خائفون. والله كانوا يرتجفون اليوم عندما سمعوا أبناء حوران وهم يجيئون بأرتال بالعشرات، تركوا أوامر القادة وجاءوا إلى هذه الجبهة